وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بيكم في قناتي. لسه مشتركش يشترك ويفعل الجرس عشان يوصله اي فيديو انا بنزله. النهارده بقى هنعمل الباميه بطريقه سهله، الباميه المصري الاصيله. اول حاجه بجيب اللحمه بتاعتنا كده، بحط نقطه زيت كده بسيطه، وببتدي اشوح اللحمه بتاعتنا فيها، لان اللحمه كمان بيبقى فيها دهون، فهي بتنزل الدهون بتاعتها. انا ما بحطش كتير لان هي لسه بتنزل الدهون بتاعتها. بفضل اشوح فيها، احط عليها رشه فلفل اسود كده، وابتدي اشوح فيها لحد لما تنتهي خالص كل الاحمر اللي فيها ده. وبعد ما بشوحها كويس، بنزل عليها كده ببصلايه، وافضل اقلب فيها واسيبها بقى كده مع نفسها شويه. بتنزل ميه وترجع تشربها تاني، بحيث ان هي تخش في السوا. ومجرد ما تخش في السوا بكون مجهزه عصير طماطم، ببتدي ان انا انزل ضرباه في الخلاط، بنزل عليه بيه. وببتدي طبعا طالما اللحمه استوت بتاعتنا خلاص، ما بستناش. لو مش مستويه بسويها في الصلصه بتاعتنا. وبعدين انا عندي الباميه بتاعتي انا مجففاها، وهبتدي احطها كده على طول من غير ما اسيبها تفك. هنزل بيها على طول في الحله بتاعتنا. واول ما تخش في السوا خلاص ولقيتوها دخلت في السوا، ببتدي اجيب شويه توم كده حلوين واروح حطاهم فيها. بصوا كده، بنزل بالباميه وهي لسه متلجه عشان خاطر ما تفكش، ولو فكت يبقى هي كده باظت خلاص، فلازم نحطها وهي متلجه. واخليها بقى تستوي. اول ما هلاقي الباميه تخش في السوا، هروح حاطه لها كده معلقه توم محترمه، تاخد غلوه واحده بيها، واروح مطفيه عليها وتسيبوها بقى على نار هاديه خالص تستوي. هتلاقوا الصلصه كده طلعت الإدام بتاعها على الوش، وتاكلوا احلى باميه. لو انتوا حابين بقى في الخطوه دي تدخلوها الفرن، دخلوا. بصوا هنا اهي الإدام بتاعها طالعه على الوش. حطيت معلقه توم، وهبتدي ان انا اقلبها كده تقلبتين، وبعدين